السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. هزوا الفلاون. اذا اليوم راني جيتكم بهذا الفيديو اللي هي خاصة بالتحضير لشهر رمضان الكريم. رمضان على الابواب ولازم نبداو نوجدو من اليوم راني جيتكم بديول البانسو كيفاش تحضروهم وحدكم في الدار بلا ما تشروهم وتحافظوا على دراهمكم. اروح نشوفوا مع بعض الطريقة. اذا هنا نبداو ديريكتومون مع المكونات اللي هي مكونات جد بسيطه. عندنا هنايا كاس ماشي معمر بزاف ما وكاس فارينه عمروه غايه ونحتاجو خل وان ريسيبيون اللي نخلطو فيه. ونبدا ديريكتومون في طريقه التحضير. اذا هنايا نحكم هذيك الفارينه، كاس فارينة كما قلت لكم معمر، يعني عمروه بيان ونضيفوا عليه الكاس تاع الماء ما نعمروهش بزاف، يعني عينكم هي ميزانكم. كي تشوفوا الخليط تاعكم جا ليكيد بزاف نجموا تزيدوا شويه فارينة ونزيدوا شويه خل بلا ما ننسى الملح. ديروا قرصه ملح هكا رشه خفيفه ونروح ديريكتومون نميكسيهم بالميكسور. بعد ما تخلطوا كاع هذوك المكونات ميكسوهم بيان بالميكسور. ومن الأحسن الخليط هذا توجدوه 24 ساعة قبل، يعني مشي 24 ساعة، يعني توجدوه في الليل وغدوة من ذاك تخدموا بالخليط تاعكم، ولا توجدوه صباح وتخدموا به العشية من الأحسن. يعني كل ما ريح الخليط تاعنا يكون أحسن، تكون نتيجة أحسن. أنا هنا بيسك الوقت كان مزيرني شوية درتهم يعني في نفس الوقت كملت الخليط تاعي ورحت طيبتهم ديريكتومون. اذا هنايا باش تطيبوا ديول تاعكم راح تحتاجوا الى مقلاة تاع ليكريب كيما هذه، و الحاجة اللي تحطوا فيها الديول تاعكم لازم تفرشوا كيس بلاستيكي باش ما يلصقولكمش مع الصينية تاعكم ولا سنيوة ولا اي حاجة تحطوا فيها. نبداو اذا نقصوا للغاز بيان وحطوا عليه هذيك المقلة. كي تحمل المقلة بيان احكموا البانسو، خلوها تبرد شوية وحكموا البانسو و تطلوا هذاك الخليط على المقلاة كيما هكا بشوية. البانسو ما تخدموش بتاع سيليكون وما تخدموش بهذوك تاع بلاستيك، خدموا بهذا البانسو تاع صبيغه ولا المهم تشروه جديد تخلوه سبيسيالمون للديول تاعكم. اذا كيما هكا كيما راكم تشوفوا تطلوا بيان الخليط هذاك على المقلاة ومن بعد تحطوه فوق النار تستناو هكا كالكو سكوند. كي تشوفوا الحبة تاع الديول تاعكم بدات تتنحى من الحواف، يعني بدات تديطاشا على الحواف تقلعوها، هذيك معناتها الحبة تاع الديول تاعكم طابت. انا هنا راني نشوف لي فيد، يعني وين ما تشوفوا فيد زيدوا شويه خليط ما ياثرش كيما هكا. دوك تشوفوا كيفاه تخرج النتيجه. كي نشوف هكا الحواف بداو ينفصلوا على المقلاة نقلع حبة الديول تاعي كيما هكا غير بشويه كيما هكا ونتحصلوا على هذا النتيجه كيما راكم تشوفوا. ودايما كي نحط حبة كيما هكا كي نقلعها من فوق النار ندهنها بشوية زيت ماشي بزاف، غير ندهنوها غير شوية باش ما تتلصقش مع الحبة الاخرى. دركا نحكم انا التليفون ونخليكم مع اختي باسكو هي بروفيسيونيل في الديول هادو تاع البانسو. انا يعني هذه المره الدوزيام اللي نديرهم، هي موالفه ديرهم، يعني ما راحش يخرجوا لكم من اول تجربه، بس انا حتى جربت باش
حكمت لهم الصنعة تاعهم. اذا هذه هي الطريقة، هي نفسها الطريقة اللي وريتها لكم. تدهنوا غاية المقلة تاعكم لازم تكونوا اخفاف، كي تكونوا تدهنوا فيها باللاباط كيما هكا، تعمروا كاع الفراغات وتحطوها على النار كيما هكا. تنجموا تزيدوا يعني على حساب كيما تبغوا نتوما الديول تاعكم، تبغوهم خشان، تبغوهم رقاق بزاف، تبغوهم كيما تبغوا. كيما قلت لكم بين الوحدة والوحدة ديما تدهنوا بالزيت كيما هكا. وهذه هي لا فيديو تاع نهار اليوم. العقوبة لي فيديو اللي راهم جايين ان شاء الله، ولي زاستيس اللي راهم جايين ان شاء الله. نتمنى تكون عجبتكم لا فيديو، واستنوني مازال راح نحط لكم بزاف فيديوهات بخصوص رمضان. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.